ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا 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 المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. بعزيمة الأحرار والدين الثوار، بعزيمة الأحرار والدين الثوار. شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار، شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار. أراضينا بإيدينا قسمناها علينا، حنصونها في عينينا من نظرة أعدينا بشجاعة وطنية. ثورتنا 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 المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. عواطفنا الدولية لسلام البشرية، عواطفنا الدولية لسلام البشرية. وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية. لا الكتلة شرقية ولا كتلة غربية، للأمة المصرية واخواتها العربية والعزة القومية. ثورتنا 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 المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية. لقرن من الزمان منذ قيام ثورة يوليو 52 وحتى رحيل ابن مصر الوفي عام 77، واكب صوت عبد الحليم حافظ كل الأحداث التي مرت بوطنه. ما تخلف يوما رغم ظروفه الصحية القاسية والمضنية. كان ينزف الدم، لكن نداء الوطن عنده كان أقوى من كل اعتبار، كان أغلى من الدم. إن جيلا بأكمله ما زالت تعيش في ذاكرته لمحات من هذا التراث الحافل بالتغني بمصر، كما أن جيلا آخر لحقه لا يكاد يعرف شيئا عن هذا التراث. فإلى الجيلين معا، إلى من يريد أن يتذكر وإلى من يريد أن يتعرف،
نقدم هذه الساعات الثلاث في محاولة لإلقاء الضوء على جانب هام وأساسي من أعمال فناننا الكبير، وهو أغانيه الوطنية. بعضها لا كلها سنستمع إليه كاملا، والبعض الآخر سنكتفي هذه المرة بذكره والإشارة إليه، أو باختيار مقطع من مقاطعه. ومع هذا فسنحاول أن تكون الصورة متكاملة قدر الإمكان، على وعد بتقديم كل هذه الأعمال كاملة في المقبل من الأيام بإذن الله. ولنبدأ من البداية ووفق التتابع الزمني. كانت أغنية ثورتنا المصرية أولى خطواته في هذا الطريق الذي كم تألق فيه وكم أبدع وكم أجاد. ثورتنا المصرية، تأليف مأمون الشناوي، تلحين رؤوف زهني.